آمن. بصراحة أنا شايف إننا كلنا بنتصرف على حسب إحساسنا بالأمان. يعني في الشغل مثلا لما بحس إن المدير واثق فيا بعرف أدي أكتر. وفي العلاقات كمان لما بحس إن اللي قدامي مش بيهدد وجودي ببقى أهدى وبعرف أتكلم. حتى لو ابني غلط بحاول أفهمه مخوفوش، لأن الخوف عمره ما يعلم. القلق بس ده سهل تقوله صعب تعيشه. أنا دايما بحس إن لازم أكون الأحسن أو الأفضل عشان أتحب، في الشغل وفي البيت. يعني لو مديري ما مدحنيش بحس إني فاشل، ولو صاحبي ما ردش على رسالتي بحس إني مش مهم. حتى مع أولادي ساعات بخاف يبعدوا عني لو ما كنتش الأم أو الأب المثالي. التعلق عندي كأنه جرس إنذار بيشتغل طول الوقت. المتجنب أنا العكس تماما. أنا دايما بقول محدش يستحق يشوفني ضعيف. في الشغل بشتغل لوحدي، ما بحبش أعتمد على حد. لو حد حاول يقرب مني بحس إنه بيتدخل في مساحتي. حتى وأنا صغير كنت بحب أقعد في أوضتي وأعمل كل حاجة بنفسي، يمكن عشان اتعودت إن محدش بيفهمني فعلا، فتعلمت أكتفي بنفسي. المشوش أنا ساعات ببقى زيك وساعات ببقى زيك أنت كمان، بحب الناس جدا وبخاف منهم في نفس الوقت. في الشغل مثلا عايزة أشارك، بس أول ما أحس إن في نقد أو تجاهل بسيط بقفل تماما. ولو حد مدحني بحس إنهم بيجاملوني مش بيتكلموا بجد. علاقتي بالأمان متقطعة، زيه زي الكهرباء عندنا في الحارة كده، كل شوية تقطع. الآمن الجميل إنك واعي بده. الوعي أول خطوة في التغيير. أنا مثلا لما حد ينتقدني بحاول أسمعه كنقد مش كتهديد، لأن النقد مش دايما رفض، ممكن يكون فرصة نفهم بيها نفسنا أكتر. القلق بس الوعي لوحده مش كفاية. أنا واعية إني بتعلق بسرعة وبخاف أسيب، بس برضه بعمل كده. يعني حتى في الشغل لو حد قالي ممكن نراجع التقرير بسمعها كأنه بيقول إن شغلك وحش. دماغي دايما بتفسر أي غموض على إنه رفض. المتجنب وده لإنك بتربطي قيمتك برأي الناس، لكن أنا العكس، يمكن زيادة عن اللزوم. أنا حتى لو الناس كلها شايفة إن شغلي ناقص مش بتأثر. بس المشكلة إني كمان ما بعرفش أطلب مساعدة. مرة كنت مضغوط في مشروع وكنت محتاج دعم بسيط، بس كبريائي ما سمحليش إني أطلبه، والنتيجة فشلت لإني كنت لوحدي. المشوش أنا مش بعرف أطلب المساعدة، بس بعاتب الناس لما ما يحسوش إني محتاجها. يعني متوقع منهم يقروني من غير ما أتكلم. في الطفولة كنت كده برضه، ساكت بس موجوع، ومستني حد يفهم من غير ما أقول. الآمن كلنا شايلين نسخة من اللي كنا عليه واحنا صغيرين. أنا مثلا كنت بحس إن أهلي بيسمعوني بجد، فكبرت وأنا مصدق إن صوتي مسموع. وده خلاني لما أربي ابني أسيبه يعبر حتى لو غلط. مش لازم أكون مثالي، المهم أكون حقيقي. القلق يا ريتني كنت زيك، أنا دايما كنت بحاول أرضي الكل، ولما حد يزعل مني بحس الدنيا وقفت. حتى لما ابني يعاند بحس إنها إهانة ليا مش مجرد تصرف، فبضغط عليه زيادة وبعد كده أندم، كأني طول الوقت بجري ورا أمان ما بيتحققش. متجنب وأنا على العكس، لما حد يزعل مني بعمل نفسي مش شايف، بس الحقيقة ببقى موجوع، بس ما بعرفش أعبر. السكوت بيريحني مؤقتا، بس بعدين بيعمل فراغ كبير. الناس تفتكرني بارد وأنا من جوه متجمد. المشوش أنا عايش بين الاتنين، بعيط لو حسيت بالرفض وبختفي لما حد يقرب. في الشغل ببدأ بحماس لكن بعد أسبوعين بتعب وبهرب. في العلاقات بدور على الأمان، لكن لما ألاقيه بخاف منه. نفسي أستقر، بس كأن قلبي متعود يعيش على القلق. المدربة كانت قاعدة معاهم وسمعتهم وهي ساكتة وسمعتهم كويس، وبعد كده قالت: النهاردة مش هنحلل مش هنحكم، النهاردة هنسأل نفسنا أسئلة بسيطة لكنها صادقة. كل سؤال هيفتح باب، وكل باب ممكن يوصلكم لنسختكم الآمنة. جاهزين؟ إيه أكتر حاجة بتخوفك في القرب من الناس؟ القلق إني أدي كل حاجة وتتسحب مني في لحظة. أنا دايما بخاف إن الحب هيخلص فجأة زي ما بيحصل في الأفلام، بس عندي بيبقى حقيقي، فبحاول أتمسك أكتر وأخنق العلاقة بإيدي. يمكن الأمان الحقيقي هو إني أصدق إن الفقد مش نهاية، هو جزء من الحياة مش تهديد ليا. المتجنب أنا بخاف أفقد نفسي لما أقرب. كبرت على فكرة إن الاعتماد ضعف، بس الحقيقة إن العزلة بقت سجن بالنسبة لي، بس شكله شيك. يمكن أول خطوة في الأمان إني أسمح لحد يشوفني من غير ما أهرب. المشوش أنا بخاف من رد الفعل، لو قربت قوي ممكن أتعور، ولو بعدت هتعذب. عايش دايما على الحافة. يمكن اللي محتاجه إني أتعلم أميز بين الماضي والحاضر، وأصدق إن اللي قدامي مش دايما هو اللي جرحني زمان. الآمن القرب مش دايما خطر، بس محتاج شجاعة وصدق.
الأمان مش إنك ما تتوجعش، الأمان إنك تعرف إنك هتتعافى. السؤال التاني: إيه أكتر حاجة نفسك تقولها لطفلك الداخلي؟ القلق؟ هقوله إنه مش لازم تفضل تثبت إنك محبوب، أنت محبوب أصلا. كنت دايما بعمل كل حاجة عشان حد يقولي إني كويس، دلوقتي نفسي أقول لنفسي إني كفاية. المتجنب: مش لازم تبقى قوي طول الوقت، مفيش مشكلة لو تعبت، لو احتجت. الضعف مش ضد الكرامة، ضعف إنسانية. المشوش: هقوله إنك تستحق الأمان حتى لو لسه بتتعلمه. كنت بحاسب نفسي على كل خوف وكل قلق كأني مذنب، دلوقتي عرفت إن القلق مش عيب، هو بس كأن الأمان بيناديني بس بصوت واطي أو ناقص. الآمن: هقوله خليك دايما في سلام مع نفسك، لأنك مش محتاج تبقى كامل عشان تتحب. وده اللي بحاول أعلمه لابني، إن الغلط مش نهاية العالم، هو بداية وعي جديد. السؤال التالت: لو بدأت تبني علاقة آمنة النهاردة، سواء مع شريك أو صديق أو مع نفسك، هتبدأ منين؟ القلق: هبدأ من إني أدي من غير خوف واستقبل من غير قلق، أسيب مساحة للي قدامي وما اعتبرش البعد تهديد، وهفكر قبل ما ألوم، يمكن الطرف التاني مش بيبعد، يمكن بس بيتنفس. المتجنب: هبدأ من إني أشارك تفاصيل صغيرة حتى لو عن يومي أو تعبي، مش لازم أفتح الباب كله، يعني كفاية شباك صغير يدخل منه نور. المشوش: هبدأ من إني ألاحظ نفسي بدل ما أهرب منها، لما أقلق ملومش نفسي، هسألها محتاجة إيه، يمكن أول خطوة للشفا مش إصلاح نفسي بل احتضانها. الآمن: وأنا هبدأ من الاستمرار، لأن الأمان مش لحظة بنوصل لها، هو ممارسة يومية، إننا نسمع ونحس ونسامح، نسامح نفسنا قبل غيرنا. نفس المجموعة اتقابلوا مع بعض تاني بعد فترة. الآمن: فاكرين أول مرة قعدنا هنا؟ كنا بنتكلم عن العلاقات وكأنها ساحة حرب. النهاردة حاسس إن كل واحد فينا بدأ يكتشف إن التعلق مش بس في الحب، ده موجود في كل تفصيلة في حياتنا. القلق: فعلا أنا كنت فاكر خوفي من الفقد بيظهر بس في العلاقات، لكن اكتشفت إنه بيطاردني في الشغل كمان. كل مرة مديري ما يردش على الإيميل بحس إني خلاص هطرد، مش لإني مش واثق في شغلي، بس لإني مش واثق في نفسي. دلوقتي بدأت أقول لنفسي قيمتي مش في رد فعل حد، قيمتي ثابتة. المتجنب: أنا اكتشفت إن تجنبي مش بس في العلاقات، ده كمان في الطموح. كل مرة حلم كبير يقرب بخاف وأقول مش وقته. كنت بفتكرها واقعية، بس الحقيقة إنها كانت طريقة للهروب من الخيبة المحتملة. دلوقتي بقيت أجرب حتى لو فشلت، على الأقل ما هربتش من نفسي. المشوش: وأنا اكتشفت إني مشوش حتى في قراراتي، يوم أتحمس لمشروع وتاني يوم ألغيه، يوم أتكلم مع أمي بحب وتاني يوم أقفل في وشها. بس مؤخرا بدأت ألاحظ نفسي بدل ما ألومها، بدأت أقول ده الخوف بيظهر تاني، بس المرة دي مش هسيبه هو اللي يقودني. مشكلتي كانت دايما إن عايز الأمان بسرعة، ودلوقتي بتعلم أزرعه بالهدوء. الآمن: جميل قوي إننا بدأنا نربط بين التعلق وسلوكنا اليومي. خلينا نسأل نفسنا شوية أسئلة تانية، مش عشان نحلل نفسنا لكن عشان نفهمها أكتر. يعني مثلا إزاي بتتعامل مع الفشل أو النقد؟ القلق: كنت بشوف النقد كأنه إعلان رفض، دلوقتي بقيت أتنفس الأول قبل ما أرد وأسأل نفسي هو فعلا بيهاجمني ولا بيحاول يطورني؟ 90% من خوفي كان من أفكاري بس مش من الناس. المتجنب: أنا كنت بهرب من أي موقف فيه احتمال فشل، دلوقتي بقيت أسمح لنفسي أتعلم مش بس أنجح. لما أغلط بقول تمام، دي معلومة جديدة عني، وبقيت أشارك أخطائي كمان مع الناس اللي بثق فيهم، ولقيت إن المشاركة مش ضعف، دي مشاركة إنسانية. المشوش: أنا كنت بتلخبط لما أغلط، يا إما هاجم نفسي يا إما هاجم اللي قدامي، دلوقتي بقيت أهدى وبقيت أقول لنفسي إن الغلط مش دايم، لكن لو اتفهم ممكن يبني حاجة أحسن. اتعلمت أعيش في المسافة الرمادية اللي بين المثالية والفوضى. الآمن: وده بالظبط معنى الأمان، إنك تقدر تغلط وتصلح من غير ما تكره نفسك. السؤال التاني: إزاي بتتعامل مع أولادك أو مع الناس اللي أصغر منك؟ القلق: كنت بلوم نفسي لو ابني زعل كأني فشلت، بس فهمت إن دوري مش أمنعه يزعل، دوري أكون أمانه وقت الزعل. بقيت أقوله أنا هنا حتى لو مش فاهمك دلوقتي. المتجنب: أنا كنت شايف التربية يعني انضباط، دلوقتي بقيت أشوفها تواصل، بقيت أتكلم مع بنتي عن مشاعري وأقول لها لما أكون تعبان، اكتشفت إن الصراحة بتعلم أكتر من السيطرة. المشوش: أنا كنت بخاف أكرر النمط بتاع أهلي فكنت بتردد كتير، بس دلوقتي بحاول أتعامل بحنية،
حتى لو مش دايما صح. لما ابني يخاف بقوله أنا كمان بخاف أوقات، بس هنتغلب عليه سوا. مش لازم أكون مثالي، المهم أكون موجود الآمن. وهو ده جوهر التعلق الآمن، إن الطفل يعرف إن حتى لو الدنيا اتشقلبت في حضن يرجع له، في ناس بتقف له. ونفس الكلام للكبار، الأمان مش رفاهية، ده أساسي للنمو. السؤال التالت: إيه أكتر خطوة صغيرة حسيت إنها قربتك من النسخة الآمنة منك؟ القلق، إني أوقف نفسي وأنا على وشك إني أبعت 10 رسايل عتاب، بقيت أختار أسكت وأفكر هل فعلا محتاج رد ولا محتاج أطمن. واكتشفت إن الهدوء أقوى من المطاردة. المتجنب، إني أقول محتاجك، الجملة دي كانت مستحيلة زمان، بس أول مرة قلتها حسيت إن قلبي اتنفس. المشوش، إني أقبل إن التناقض جزء مني مش عيب، ممكن أحب وأخاف في نفس اللحظة. والمفتاح إني ما هاجمش نفسي وقت التشتت. الآمن، وأنا، إني أفتكر دايما إن الأمان مش امتياز، هو حق لازم نمارسه كل يوم مع نفسنا ومع اللي حوالينا. القلق، اللي فهمته إن الطمأنينة مش هدية من الناس، دي عادة بتتزرع جوانا. المتجنب، وإني لما أفتح الباب شوية يدخل هوا، ده مش هيكون خطر. المشوش، إني مش محتاج أختار بين الحب أو الحماية، ممكن أعيش الاتنين لما أتعلم أثق في قلبي. الآمن، كلنا بدأنا من أنماط، لكن اللي بيجمعنا إننا بشر بندور على نفس الإحساس، أنا آمن حتى وأنا مش كامل. الأمان مش غياب الخوف، الأمان إنك تعرف إنك مش لوحدك حتى وإنت خايف. وسلام.